الأول يا شباب بيقول تشابهات الحضارة العراقية القديمة مع الحضارة المصرية القديمة فإنهم حضارتان إيه؟ خلي بالك بقى إن هنا عندنا الدرس الأول بيتكلم عن الحضارة الإيه؟ الحضارة العراقية. ركز معايا بالله عليك بكل كلمة أنا بقولها. حلو؟ الحضارة العراقية أنا بالنسبة لي كان يطلق عليها اسم تاني، إيه هو؟ بيطلق عليها بلاد الرافدين، صح كده؟ بلاد الإيه؟ الرافدين، أو حضارة بلاد ما بين الإيه؟ ما بين النهرين. اشمعنى بين النهرين؟ لان طبعا الحضاره دي فيها نهرين اتنين مهمين جدا يطلق عليها نهري ايه؟ دجله والفرات. ونهر دجله والفرات ده ادى الى توافر البيئه الفيضيه، البيئه الفيضيه اللي من خلالها ادى الى قيام نشاط الايه؟ الزراعه. وده نفس اللي كان متشابه مع الحضاره المصريه، لان الحضاره المصريه برضو كان فيها نهر الايه؟ نهر النيل، والاتنين ساعد على وجود بقى ايه؟ بقى فيضيه، فالاتنين عباره عن حضارات زراعيه. يبقى اذا المتشابهين انهم حضارتان زراعيتان. ده بالنسبه للنقطه الاولى. لو قلت لك هنا ملحوظه، يبقى اذا الملحوظه هنا اللي هتكتبها لي عندك، طبعا المذكره دي هسيبها لك في الكومنتات، نزلها عندك وطبعها، وهي لما لك اهم الاسئله اللي ممكن تلاقيها في الامتحان، فباذن الله الامتحان مش هيخرج عنها. طب هنا يبقى اذا قلت تتشابه الحضاره العراقيه مع الحضاره المصريه انهم الاتنين قاموا على حرفه الايه؟ حرفه الزراعه، او توافر البيئه الفيضيه، او وجود الانهار. خلاص كده، ده بالنسبه للايه؟ للنقطه الاولى. طيب بعد كده بيقول لك العلاقه بين الموقع المتميز والتواصل الحضاري لبلاد العراق القديم، علاقه ايه؟ بص يا صديقي، طبعا انا كل لما يكون عندي الموقع متميز اكتر ده بيساعد ولا بيقلل التواصل الحضاري؟ لا طبعا بيساعد على التواصل الايه؟ الحضاري. يبقى اذا علاقه ارتباطيه او علاقه طرديه او علاقه تكامليه. حلو الكلام؟ يبقى اذا العلاقه هتبقى علاقه ايه؟ ارتباطيه او تكامليه او علاقه طرديه، ايا كان. يعني كل ما يكون الموقع متميز اكتر كل ما يكون فيه تواصل حضاري ايه؟ اكتر. بالظبط كده، برافو عليك. طيب بعد كده بيقول لك تتشابه ظروف سقوط الدوله الكلدانيه مع سقوط الدوله ايه؟ طبعا الدوله الكلدانيه يا شباب بيطلق عليها الدوله البابليه الثانيه، خلي بالك من المسميات دي مهمه جدا. او يطلق عليها الدوله الايه؟ الكلدانيه. الكلدانيون دولت قلت لك اهم الملوك اللي كانوا موجودين فيها هو الملك مين؟ نبوخذ نصر الثاني. الملك ده كان قوي، صح كده؟ طيب بعد ما مشي ايه اللي حصل؟ قال لك حصل ضعف، حكام ضعاف مسكوا الايه؟ مسكوا الدوله، فده ترتب عليه الى ايه؟ الى احتلال بلاد العراق من قبل الايه؟ الفرس. طيب يبقى اذا كان عندي ضعف في الايه؟ في الحكام، فانا عايز دوله برضو كان فيها نوع من انواع الايه؟ الضعف في الايه؟ في الحكام او الملوك. طبعا الدوله اللي كان موجوده هي الدوله الايه؟ الدوله الاكاديه. سمعنا الدوله الاكاديه، انا عندي واحد اسمه سرجون الايه؟ سرجن الاول. الراجل ده طبعا واحد الايه؟ واحد بلاد العراق كلها، اللي هو وحد الدولات السومريه. حلو. بعده جه على طول اربع حكام ايه؟ ضعاف، وبعد كده ادى لسقوط الدوله الايه؟ الدوله الاكاديه. يبقى اذا التشابه ان هنا كان في ضعف في السلطه الحاكمه وهنا في ضعف في السلطه الايه؟ الحاكمه. خلاص، او نوع من انواع الايه؟ الضعف السياسي او ضعف السلطه المركزيه، ايا كان. طيب بعد كده يا شباب بيقول لك حلوه النقطه دي، خلي بالك. بيقول لك كثره توسع الملوك العراقيين في الخارج ارتبطت بتطور اي من الانشطه التاليه في الداخل. يعني دلوقتي عشان اعمل توسع خارجي على حساب الدول الاخرى، زي مثلا حمورابي قلت لك راح حتى البحر الايه؟ المتوسط. ايوه كده، ده اول واحد عمل ايه؟ عمل توسع خارجي. الراجل ده عشان يتوسع عايز ايه؟ عايز اسلحه، فالاسلحه دي هيجيبها منين؟ قال هيجيبها عن طريق حرفه الايه؟ حرفه الصناعه او نشاط الايه؟ الصناعه. خلاص، ده بالنسبه للايه؟ للنقطه اللي بعد كده. بيقول لك بعد كده يا شباب استفاد العالم من التواصل الثقافي بين مصر وفينيقيا من الناحيه ايه؟ طبعا قلنا هنا طبعا ان الفينيقيون اخترعوا الابجديه الفينيقيه اللي هي مكونه من 22 حرف، والابجديه كانت مقتبسه اصلا او كانت جايه من الايه؟ من الكتابه. ايوه، من الكتابه الايه؟ من الكتابه المصريه. حلو الكلام. يبقى اذا كانت موجوده من الكتابه الايه؟ من الكتابه المصريه. يبقى اذا لما اقول لك جانب ثقافي بقى التواصل الثقافي بين مصر وفينيقيا، هيبقى في الجانب الايه؟ يبقى في الجانب طبعا الايه؟ التعليمي. يعني تم اكتشاف او تم اختراع الابجديه الايه؟ الابجديه الفينيقيه، والابجديه دي كانت مقتبسه من الكتابه المصريه، فده نوع من انواع التواصل الايه؟ الحضاري في مجال الايه؟ في مجال الثقافه. اي من الادوار الاتيه لم تقم بها الذاكورات؟ طبعا كلمه ذاكوره او معبد ده كان موجود فين؟ في العراق.
حلو. قلت كان عندنا كام حاجه للذاكرات او المعابد؟ قلت لك 4 حاجات. قلت لك ان اول حاجه تتويج الملك، تتويج الايه؟ الملك، قول معايا. رقم 2 اقامه الشعائر الدينيه. رقم 3 تعليم الافراد. رقم 4 حفظ السجلات والايه؟ والعقود. يبقى 4 حاجات. تعالى بقى نفصلهم واحده واحده. اول حاجه لما اجي اقول لك تتويج الملك، لما اقول لك تتويج الملك تقول لي على طول ده مجال سياسي. خلاص. رقم 2 تعليم الافراد، تعليم الافراد ده جانب ايه؟ ثقافي، اذا ده برضو كان موجود. طيب ايه تاني؟ حفظ السجلات، ايوه، والعقود، ده جانب ايه؟ اقتصادي. حلو الكلام. فاضل واحده بس اللي هي اقامه الايه؟ اقامه الشعائر الدينيه. الشعائر الايه؟ الدينيه. واقامه الشعائر الدينيه دي اصلا ده جانب ايه؟ ده جانب ديني. يبقى اذا عندي جانب سياسي ماشي، جانب ثقافي ماشي، اقتصادي ماشي، ديني ماشي، لكن عسكري مش موجود. يبقى اذا خلت الذاكرات او المعابد من الجانب الايه؟ من الجانب العسكري. كانت مدينه طيبه في مصر الفرعونيه مركز الابداع الفني، وتشابهت في ذلك احدى المدن الفينيقيه. طبعا المدينه اللي كانت هنا كان لها برضه تتميز بالفن والعمران هي مدينه مين؟ اوغاريد. مباشر طبعا، وخدناها قبل كده كتير. مدينه اوغاريد. بعد كده وضع العراقيون القدماء الطعام والشراب مع المتوفي لايمانهم به. يعني دلوقتي واحد لما بيموت انا ليه بحط معاه اكل وشرب؟ لان طبعا انا معتقد لما يموت ايه اللي هيحصل له؟ هيعيش تاني، اللي هي يطلق عليها عقيده البعث والايه؟ والخلود. ايوه كده. يبقى اذا الايمان بالبعث والايه؟ والخلود. طبعا العراقيون لم يتوصلوا الى الايه؟ الى التوحيد. كان عندهم طبعا الايه؟ تعدد المعبودات. الايمان هو الثواب والعقاب برضو ما كانتش ايه؟ ما كانتش موجوده، لان كانت الحياه عندهم غامضه. خلي بالك من الحاجات دي لانها مهمه جدا. بعد كده بيقول لك تميزت حضاره بلاد العراق عن الحضاره الفينيقيه. طبعا يا شباب حضاره بلاد العراق هي حضاره في الاول وفي الاخر هي قايمه على الايه؟ على انهار. فممكن نقول وجود الايه؟ وجود الانهار او حسن استغلال هذه الانهار. خلاص. ممكن يبقى عندي بعض الانهار بس نتيجه الطبيعه الجغرافيه وجود الجبال انا مش عارف استغلها. يبقى اذا هنا العراق عندي ايه؟ انهار. لكن الحضاره الفينيقيه هي اصلا حضاره تجاريه قايمه عن طريق الايه؟ عن طريق البحر. في الحضارة العراقية القديمة استخدم هذا الحاكم الدين في أغراض سياسية. من خلال دراستك حدد من الشخصيات التاريخية لبلاد العراق تنطبق عليه العبارة السابقة. طبعا في واحد عندنا دخل الدين في الايه؟ في السياسة. هو طبعا الملك مين؟ حمورابي. لأن كان في عندي بعض التشريعات، التشريعات دي كان بيتلقاها من إله الحكمة والايه؟ والعدل. ده يتميز بالصبغة الايه؟ بالصبغة الدينية. وكان بيكتبها على حجر صلب. ليه؟ تقول لتخليد أعماله، لتخليد أعماله. طيب فيما بعد بيقول لك من خلال دراستك حدد استطاع نبوخذ نصر الثاني توسيع حدود دولته خارج بلاد العراق في اتجاه ايه؟ حلو السؤال ده. بلاد الايه؟ في بلاد العراق اللي هو قال لك توسع من ايه؟ من الخليج العربي، المنطقه دي كده. هنا عند بلاد العراق اهي. حلو. وراح حتى بلاد الايه؟ بلاد الشام. فهو راح كده. فانا بالنسبه لي التوسع ده ايه؟ جهه ايه؟ هل جهه كده ايه؟ شرق ولا غرب؟ كده طبعا اتجاه الايه؟ اتجاه الغرب. طب كده فوق ولا تحت؟ ناحيه فوق. يبقى اذا جهه الايه؟ جهه الشمال. يعني لما اقول لك اتجه كده، تمام، يبقى اذا كده جهه الغرب. وفوق يعني ايه؟ شمال. يبقى اذا جهه الشمال الغربي. طب عايزك تجمد كده، ها؟ عايزك تبقى راجل كده قد المسؤوليه. يلا اجمد. بيقول لك يا معلم من خلال دراستك حدد نشطة الرحلات التجارية في بلاد فينيقيا في 3 قارات. طبعا 3 قارات كانوا موجودين، هو يا قارة مين وقارة مين؟ آسيا وأفريقيا وإيه؟ وأوروبا. طيب بعد كده ركز معايا في النقطة ديت مهمة جدا. بيقول لك القوة ليست الوسيلة الأمثل للحكم. تتطابق هذه المقولة مع أي من الأحداث الدول الآتية. طبعا الدولة اللي كانت قوية بقى، اللي كانت دولة شايفة نفسها بقى أنا اللي هنا وأنا اللي هناك، هي الدولة الأشورية. الدولة الأشورية قالت أنا ما دام أنا قوية يبقى إذا الشعب كله يبقى تحت رجليا. حلو. فالدولة الأشورية دي قالك إن القوة دي ارتدت عليها سلبيا. ارتدت عليها سلبيا إزاي؟ لأن هي مفكرة ما دام أنا دولة قوية ومسيطرة على كل ثروات البلاد والموارد، كده كده الشعب مش هيعرف يعمل حاجة. فطبعا الشعب عمل تحركات شعبيه او ثورات. الثورات ديت ادت الى ضعف الدوله وسقوط الدوله الايه؟ وسقوط الدوله الاشوريه. يبقى اذا هتبقى الدوله الايه؟ الدوله الاشوريه، لان القوه تم استخدام هذه القوه بطريقه خاطئه. حلو. وليس استخدام الايه؟ الحكمه. يبقى اذا تسببت استخدام القوه ده في تحركات الايه؟ في تحركات شعبيه ادت الى سقوط الايه؟ سقوط الدوله. طيب بعد كده الاحتلال هو دخول البلاد والاستيلاء
على اراضيها قهرا، يعني غصب عنك هاخد الارض بتاعتك. حدد تاني جيش طبق المفهوم السابق على بلاد العراق. طبعا اول واحد جه عندنا هو مين؟ الفرس. خلاص كده. بعد كده المقدونيون، بعد كده السلوكيون، بعد كده الرومان. يبقى اذا تاني واحده هتبقى مين؟ المقدونيون. ده بالنسبه للايه. يبقى اذا اول احتلال هتقول لي بلاد فارس او الفرس اللي هي جت من جهه الايه؟ من جهه الشرق. لكن تاني احتلال جه من جهه الايه؟ من جهه الغرب. خلاص. يبقى اذا ممكن يقول لك اول احتلال جه منين؟ تقول لي من جهه الايه؟ الشرق. لكن اول احتلال جه من جهه الايه؟ الغرب، هتقول لي مين؟ المقدونيين. هي احدى المدن الفينيقيه مثال قوه العلاقات الاجتماعيه بين مصر وفينيقيا. العباره طبعا تنطبق على مدينه مين؟ مدينه جوبيل طبعا. مدينه جوبيل طبعا لان كان فيها عباره عن جاليه مصريه. الجاليه المصريه دي تمكنت من نشر الايه؟ الحضاره او الثقافه، الثقافه المصريه. وخلي بالك كمان الحكام كانوا بيكتبوا اسمهم باللغه الايه؟ الهيروغليفيه. فده معناه ان كان في نوع من انواع التواصل الايه؟ ما بين الحضاره المصريه والحضاره الفينيقيه. طبعا عمنا ويل قال لك ان الحضاره عباره عن نظام اجتماعي بيعين الفرد على زياده انتاجه الايه؟ الثقافي. وتكون بدايتها امتى بقى؟ ركز معايا. اذا ما امن الانسان من الخوف وتحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الابداع والانشاء. يعني من الاخر كده قال لك انا كل ما اكون حاسس بامان واستقرار، ده بيؤدي الى ايه؟ ده بيؤدي الى ابداعي او زياده الانتاج الثقافي بتاعي. يعني كل ما اكون الباب تحتي امنه اكتر، كل ما يكون في عندي ابداع اكتر، كل ما يكون في عندي تطور اكتر. هنا بيقول لك اني من المدن دي اللي كان فيها تقدم معماري. التقدم المعماري ده خلى هذا المفهوم يطبق عليها. طبعا هتبقى هنا الادق اجابه هي مدينه مين؟ مدينه سور. مدينه سور ليه؟ قلت لك ان عندي مجموعه من الاسوار محاطه بالمدينه، وده ادى الى تحقيق عامل الايه؟ عامل الحمايه والدفاع. خلي بالك هي احتلت مركز الايه؟ مركز الزعامه. طيب بعد كده توج ملوك بلاد العراق قديما لاول مره في المعابد، وهذا يدل عليه. بص يا صديقي، المفترض طبعا انا قلت لك بلاد العراق كانت معتقده المعبود هو يعتبر الحاكم الرئيسي بالنسبه لهم. المعبود هو الحاكم الايه؟ الرئيسي. وكان بينوب عنه الملك. يبقى اذا النوع دي يطلق عليها نوع من انواع التفويض الالهي. يبقى اذا حصولهم على تفويض ايه؟ تفويض الهي. يعني كلمه تفويض الهي معناه اللي هو بيحكم نيابه عن المعبود، يعني الحاكم. يبقى اذا دلوقتي كان عندي اله، خلاص كانوا بيعبدوا مثلا اي اله، حلو كده. الاله ده هو يعتبر الحاكم الرئيسي، حلو. بس هو كده كده اصلا كانوا بيعبدوا بعض المعبودات مش موجوده. فكان انا بالنسبه لي الملك او الحاكم كان بينوب عن هذه الايه؟ عن هذه الاله، او عن هذا الايه؟ عن هذا الاله، على حسب بقى كانوا بيعبدوا ايه. استنتج اي مما ياتي كان العامل الاساسي لسقوط معظم الدول التي حكمت بلاد العراق. طبعا اكتر عامل هنا هو التفكك الايه؟ التفكك او الضعف السياسي. طبعا كل ما يكون في عندي فرقه او كل ما يكون في عندي ضعف في السلطه الايه؟ السياسيه، ده بيؤدي الى سقوط الايه؟ سقوط الدول. بيقول لك بعد دراستك للحياه الاجتماعيه في بلاد العراق القديم نستنتج توقفت بعض عناصر الطبقه الدنيا في عهد الدوله ايه؟ هنا بيقول لك يا باشا يعني هنا حصل توقف للطبقه الدنيا. حلو. الطبقه الدنيا اللي هم زي اسرى الحروب من الاخر. هيبقى في عصر الدوله مين؟ الدوله الاكاديه ولا الاشوريه ولا البابليه الاولى ولا البابليه الثانيه؟ هنا اختار بناء على ايه؟ انا قلت لك طبعا عندي حاجه اسمها الاسرى الايه؟ اسرى الحروب، يعني الناس اللي كنا بنخطفهم او بنسجنهم من الايه؟ من جيش العدو. حلو. طيب دول هيتوقفوا امتى؟ هيتوقفوا في دوله اصلا ما فيهاش حروب او توسع خارجي. هنا لما اقول لك الدوله الاكاديه طبعا ما كانش فيها توسع خارجي، اذا ديت هي ادق اجابه. لكن الدوله الاشوريه والدوله البابليه الاولى والدوله البابليه الثانيه كلهم كان فيها نوع من انواع الايه؟ التوسع الايه؟ الخارجي. واولهم هي الدوله البابليه الايه؟ الدوله البابليه الاولى. ركز معايا في الكلام ده لانه مهم جدا، خلي بالك. خلاص. يبقى اذا الدوله الاكاديه ما كانش فيه توسع. اول توسع عندي تقول الدوله البابليه الاولى في عصر الملك مين؟ حمورابي. بعد كده الدوله الاشوريه جت كونت ايه؟ امبراطوريه كبيره برضو. بعد كده برضو كذلك الدوله البابليه الايه؟ الثانيه. يبقى ثلاثه متشابهين في التوسع اللي هو تكوين امبراطوريه او دوله متراميه الايه؟ الاطراف. حلو. طيب بعد كده بعد تحليل الاحوال الزراعيه في العراق قديما نستنتج ان اداره شؤون الزراعه تتفق مع اي من المفاهيم الاتيه. بص يا شباب، يعني من الاخر بيقول لك ملكيه الاراضي الزراعيه كانت ملك للفلاح، ملك للافراد، ولا ملك للدوله زي عندنا؟ طبعا لا، هي كانت ملك للافراد. هل يتماشى مع الاحتكار؟ كلمه احتكار معناها سيطره الدوله على الايه؟ على الاراضي. يبقى اذا الاجابه دي خاطئه، دي رقم واحد. الاداره المركزيه برضو غلط. الاداره المركزيه هي يطلق عليها برضو الايه؟ الاداره لها علاقه بالايه؟ بالدوله، برضو لا.
الاقتصاد الحر والاستثمار الاجنبي ما كانش فيه طبعا استثمار اجنبي، يبقى اذا الاجابه الاصح هي الاقتصاد الحر، اللي هي اللي هتقول انها كانت ملك بالنسبه لي للافراد. طبعا بعد كده بيقول لك بعد دراستك للنظام السياسي في حضاره فينيقيا نستخلص انه تميز بايه. بص يا حبيبي، قلت لك طبعا عندي هنا النظام بتاعي شبه ديمقراطي. شبه ديمقراطي ازاي؟ قلت لك ان الحاكم او الملك كان موجود عندي بس سلطته بتكون مقيده. كان عندي ملك او حاكم، رقم 2 مجلس مجلس الشيوخ، حلو، وكان عندي مجلس النواب، وكان عندي الكهنه. تمام كده. طيب الكهنه انا بالنسبه لي الكاهن اصلا ده وظيفته ايه؟ في الاساس اصلا وظيفه دينيه. حلو. فلما اقول لك واحد بتاع دين جاي يدير شؤون الدوله، فدي معناها ايه؟ جدع امتزاج الدين بالسياسه. اذا الاجابه هتبقى رقم 1، يبقى تداخل او امتزاج الدين بالسياسه. بعد كده استنتج من خلال دراستك اي من الدول العراقيه الاتيه كان لها السبق في اتساع حدود دولتها لتصل الى البحر المتوسط. طبعا قلت لك الدوله البابليه الدوله البابليه القديمه او الدوله البابليه الاولى، اللي هو في عهد مين؟ حمورابي. قلت لك ان الراجل ده اول واحد توسع حتى حدود البحر المتوسط. ركز معايا. طيب بعد كده طبعا الدوله الاشوريه، بعد كده الدوله الدوله الكلدانيه. وخلي بالك ان الولايات السومريه كانت عباره عن دويلات متفرقه، ونتيجه هذه الفرقه ادت الى ضعفها، ثم بعد ذلك ادى الى انهيارها، حتى جه الملك مين؟ سرجون الاول او الدوله الاكاديه. طيب بعد كده اشتهرت فينيقيا بنشاطها التجاري الذي كانت تمارسه بكفاءة منقطعة النظير، مستفيدة في ذلك من ايه؟ قال لك يعني الحضارة الفينيقية بالنسبة لي كان لها دور كبير جدا في التجارة. ايه السبب بقى في كده؟ طبعا السبب الرئيسي ان حضارة فينيقيا بتطل على البحر المتوسط، وده يطلق عليه الموقع الجغرافي. اذا موقعها الجغرافي المتميز. بعد كده بقول لك كلف الملك نخاو الفينيقيين بدوران حول افريقيا رحله استغرقت 3 سنوات. طبعا اجتاز خلالها ايه؟ طبعا قلت لك ان الملك نخاو في العصر المتاخر استعان ببعض البحاره الفينيقيون لان كان عندهم كان عندهم خبره باعمال البحر. حلو. طب هنا بقى لفوا حوالين القاره حوالين القاره الافريقيه. طيب لفوا ازاي يا معلم؟ قال لك بدأوا منين اصلا؟ الرحله دي بدأت منين؟ بدأت من هنا، من خليج من خليج السويس. طيب بعد كده راحت البحر الاحمر. حلو. بعد كده عند خليج عدن. بعد كده المنطقة دي محيط محيط هندي. بعد كده محيط أطلنطي. بعد كده بحر متوسط. حلو كده. يبقى هنا بالنسبة لي رقم 1 تقول لي في المنطقة دي كده، في المنطقة دي عندي بحر أحمر. أدي واحد، أدي أول بحر. يبقى هنا 1 أدي مسطح مائي. 2 أدي بحر متوسط. يبقى إذا بحرين. كم محيط؟ أدي 1 محيط هندي. رقم 2 محيط أطلنطي. يبقى إذا محيطين وبحرين. ده بالنسبة لمين؟ لرحلة نخاو. دي طبعا لها علاقة بالكشوف الجغرافية، أو بيطلق عليها لأغراض اقتصادية. من المصطلحات المعاصرة قالك رجال الأعمال، يعني أي من دول تتطابق مع مصطلح رجال الأعمال. وفي الحضارات القديمة أيضا وظائف مشابهة في ضوء هذه العبارة استنتج. ده كله ظهر فين من الآخر؟ طبعا ظهر فين يا شباب؟ عندي فين؟ في جبيل. ليه؟ لأن كان فيها بعض برضو المصريين، جالية من المصريين كانوا شغالين فين؟ في التجارة هناك. في ضوء دراستك للحضارة الفينيقية استنتج الدافع وراء اختراع الأبجدية الفينيقية. طبعا الدافع الرئيسي هو كان تسجيل اللي كانوا بيشتروه واللي كانوا بيبيعوه. يبقى إذا حاجتين اتنين. يبقى إذا عملية الشراء والبيع دي يطلق عليها جانب جانب اقتصادي. ركز معايا لأنها مهمة جدا. يبقى ده جانب جانب اقتصادي. طيب بعد كده يرجع العامل الأول لاتجاه الفينيقيين نحو البحر. طبعا سؤال حلو. رقم 1 قلة المحاصيل الزراعية ممكن تنفع، ان طبعا الطبيعة الجبلية كانت موجودة، فده ادى الى قلة المحاصيل الزراعية. ده رقم 1. رقم 2 قلة مواردهم الاقتصادية برضو تنفع. حلو. لان الطبيعة الجغرافية بتأثر على جميع النواحي. كل ما يكون في عندي الجبال دي بتعيق حركة الانسان. حلو. فبالتالي ده بيؤدي الى سوء استغلال هذه الموارد. ليه؟ لان تضاريس تؤدي الى صعوبة استغلال هذه الموارد. بعد كده طبيعة بلادهم السهلية ولا معتقداتهم الدينية؟ طبعا الاثنين الاخر دول ملهمش لازمة. دلوقتي انا عندي اثنين. طبعا البيئة بتاعتي بيئة جبلية وليس سهلية. المعتقدات الدينية ملهاش علاقة بالاقتصاد. هنا ادق اجابة انا بالنسبة لي هتبقى قلة الموارد الاقتصادية، لانها شاملة المحاصيل الزراعية. ان كان عندنا الجبال دي كانت موجودة فين؟ في الشرق. حلو. فده ادى اتجاههم نحو البحر. يبقى اذا هي الطبيعة بالنسبة لي صانعة القرار.
الطبيعة صنعت الايه القرار نتيجة وجود الجبال في الشرق، ادى ذلك اتجاههم نحو الايه نحو الغرب. ليه؟ عشان يبداوا يمارسوا حرفة الايه التجارة. طيب بعد كده من خلال تحليلك للحياة الدينية في فينوكيا استنتج اي من الآلهة الآتية ارتبط تقديسه بالموقع الفلكي لفينوكيا. طبعا قلنا كتير هتبقى مين؟ ادونيس. ادونيس ليه؟ لان طبعا هو يمثل الطاقة المتجددة فين؟ في الشمس بعد انهيار او بعد نهاية مين؟ الشتاء. حلو. طبعا طاقة الشمس اصلا والشتاء واي حاجة لها علاقة بالمناخ ترجع للموقع الفلكي، هو ده اللي بيحدد طبيعة المناخ بتاعي. وطبعا انا بالنسبة لي صاحب الكلمة الاولى والاخيرة، وبعلي واشتار الاثنين طبعا كانوا متجوزين بعض، كانوا بيحبوا بعض، وبيمثلوا الايه بيمثلوا قوى الخصبة والنماء، يعني الخصوبة اللي كانت موجودة في التربة، والنماء اللي هو نمو الايه الزرع، يعني لها علاقة اكتر بزيادة الايه الموارد الزراعية. طيب بعد كده يلا تؤكد اسطورة الطوفان وقوانين حمورابي في العراق تأثر العراقيين بايه؟ عايزك كده تشتغل معايا يعني، وانا بشتغل حل انت كمان، فاهم حاجة؟ هنا طبعا اسطورة الطوفان انا بالنسبة لي كانت بتحس على الايه بتحس على العمل الصالح ونبعد عن عمل الشر، ده اول حاجة. قوانين حمورابي انا بالنسبة لي برضو كانت كانت ذات صبغة دينية. ليه؟ لان كان بيتلقاها من اله الحكمة والايه والعدل. يبقى الاتنين مرتبطين بالعقيدة الايه بالعقيدة الدينية. طيب بعد كده بقول لك تصميم شكل الذاكورات في العراق على شكل هرم. حلو، يدل على ايه؟ طبعا اصلا الهرم ده يا شباب او الشكل الهرم ده خدوه منين؟ خدوه مننا من الحضاره المصريه. حلو. فلما خدوه من الحضاره المصريه رقم واحد نوع من انواع التواصل الايه الحضاري. حلو. او ان العراق تتواصل مع الحضارات الايه المجاوره. يبقى اذا تاثر العراق بالحضارات الاخرى، الحضاره الايه الحضاره المصريه. طبعا الحضاره العراقيه لم توصف بالاستمراريه، خلي بالك. ليه؟ لان كل شويه تيجي دوله سومريه، بعد كده اكاديه، بعد كده دوله بابليه اولى، بعد كده دوله اشوريه، بعد كده دوله بابليه تانية. اذا ما فيش عندي استمراريه. حلو النقطه دي. بيقول لك رغم التشابه الكبير بين خصائص الديانه العراقيه والديانه المصريه، ركز معايا في النقطه دي لانها مهمه جدا، ولكن نستدل بدراستنا لخصائص بلاد العراق الدينيه انها افتقدت الى ايه؟ طبعا هنا وجود اساطير، لا كان في عندي اساطير، هو بيقول لك افتقدت، خلي بالك من الكلمه دي لانها مهمه جدا، ركز معايا شكلك بتوه اهو. طب رقم اتنين قسموه الى الى التوحيد ولا تقديس قوى الطبيعه. كان عندي طبعا قوى الطبيعه، ولا تعدد المعبودات، كان برضو عندي تعدد المعبودات. يبقى اذا الاجابه الصحيحه هي سموه الى التوحيد، لكن احنا طبعا كان عندنا دعوه الى التوحيد، فاكرين خناتون؟ ايوه كده، ركز معايا يا معلم. طيب بعد كده يا ابني سيب اللي في ايدك يا ابني وركز معايا يا ابني، محدش هينفعك والله. كل ما حد يبعت لي حاجه على الواتس على طول لازم تجري مش عارف ايه. ركز معايا، انا اهم والله. خلاص، ده مستقبلك ودي دنيتك. الحاجات دي كلها بقى خليها بعد ما تخلص اللي وراك. انت كده كده مطالب باللي انا بشرحه لك ده دلوقتي، فحاول بقدر الامكان نص ساعه مش هتفرق من حياتك، يعني انت مش وزير. ركز معايا بالله عليك، ربنا يصلح حالك. لو افترضنا قيام احد علماء التاريخ القديم بعمل دراسه عن تاريخ بلاد ما بين النهرين، واعتمد فيها على بعض الادبيات مثل قصه طوفان. طبعا هي دي عباره عن اسطوره دينيه، يبقى اذا معتمد على معتمده على الخيال. ما شاء الله عليك يا ابني، جدع، ايوه كده. استنبط من دراسه فن النحت. بيقول لك من خلال دراسه فن النحت عند العراقيين القدماء اتصفوا بايه؟ طبعا كان بيتم تشبيه عندها مثلا زي حاجه اسمها الثيران المجنحه مثلا، يعني طور بجناح، فده طبعا بيتصف بالخيال. مفيش عندنا حقيقه طبعا كده. طيب بعد كده حلو النقطة دي، خلي بالك جميلة جدا. بيقول لك ساعد الموقع الجغرافي لبلاد اليونان أو الإغريق، حلو كده، على أن تقوم بدور إيه؟ الموقع الجغرافي أنا بالنسبة لي قلت لك كل ما يكون عندي موقع جغرافي متميز ده بيساعد على التواصل الحضاري. تمام؟ قلت لك إن عندنا حضارة بلاد اليونان دي قلت لك قريبة من حضارات الشرق، حضارات الشرق اللي هي إيه يا معلم؟ قلت لك زي عندي حضارة فينيقيا، إيه تاني؟ زي الحضارة المصرية، إيه تاني؟ زي الحضارة العراقية. فهي انا بالنسبه لي هي كانت موجوده هنا في المنطقه دي، والحضاره الفينيقيه هنا، والحضاره المصريه هنا، الحضاره العراقيه هنا في المنطقه دي، فهي كانت بتاخد من الحضارات دي كلها وكانت بتودي لقاره مين؟ لقاره اوروبا. يبقى اذا بالنسبه لي هي المستورد والمصدر للحضارات ما بين الشرق والغرب، بالظبط كده. اذا دي الاجابه. حلوه النقطه دي، خلي بالك. يمثل صولون جزء من مراحل الديمقراطيه في اثينا، فتركزت اصلاحاته في الجوانب ايه؟ طبعا الراجل ده كان مركز على الجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية. طيب ليه يا معلم؟
اقتصادي لان الراجل ده كان بيحب او بيشجع العمل والانتاج، وطبعا لما يشجع العمل والانتاج انا بالنسبه لي ده حاجه اقتصاديه. حلو. لو ما يوفر دخل للناس فده بيأثر على المستوى الايه الاجتماعي، يبقى اذا هتبقى الاقتصاديه والايه والاجتماعيه. عد العامل المؤثر في التحول الديمقراطي لنظام الحكم بأثينا. طبعا السبب الرئيسي هو الشعب طبعا لما لقى عندي نظام ارستقراطي او الطبقه العليا هي اللي سيطرت على كل الموارد، عملت ايه ثورات او تحركات شعبيه. التحركات الشعبيه ديت ادت الى تحول الايه النظام الارستقراطي الى النظام الديمقراطي. يبقى اذا التحركات الشعبيه عن طريق طبعا اصدار بعض الايه التشريعات. يقول لك فرضت الطبيعه الجغرافيه على سكان اثينا بجانب المتغيرات السياسيه مجموعه من المتغيرات. حلوه جدا. طبعا انت لو عارف السؤال ده يبقى انت معلم المعلمين. ها يلا قول معايا، عسكريه واجتماعيه ولا دينيه وعسكريه ولا اقتصاديه واجتماعيه ولا عسكريه واقتصاديه؟ ها جاوبت ايه؟ طبعا الاجابه الاصح هنا يا شباب هتبقى بالنسبه لي الاقتصاديه والاجتماعيه. طيب ليه؟ اقول لك انا ليه. بص يا معلم، بص يا حبيبي، هنا بيتكلم على الطبيعه فين؟ الطبيعه في اثينا. قلت لك في اثينا اصلا عباره كان في عندي نوع من انواع تنوع الايه؟ تنوع المظاهر، مظاهر السطح. حلو. تنوع مظاهر السطح ده ادى الى تنوع الانشطه الاقتصاديه. حلو. تنوع الانشطه الايه الاقتصاديه. كل ما يكون عندي تنوع في الانشطه الاقتصاديه ده بيؤدي الى تنوع المستوى الايه المستوى الاجتماعي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الانشطه الاقتصاديه زي ايه؟ عندي زي زراعه، عندي صناعه، عندي تجاره، وكل واحد في دول ليه مستوى اجتماعي معين، وده بيرجع لايه؟ صاحب القرار الاول ايه؟ الطبيعه الجغرافيه. يعني كل ما يكون في عندي طبيعه متنوعه ده يؤدي الى تنوع الانشطه الاقتصاديه وتنوع المستويات الايه الاجتماعيه. يبقى اذا هتبقى المتغيرات الاقتصاديه والايه والاجتماعيه. ايوه كده. بعد كده يا شباب بيقول لك اختلفت الزراعه بين الحضاره المصريه والحضاره الاغريقيه في ايه؟ ركز معايا بالله عليك، ركز معايا ما تتوشيوت. هل ملكيه الارض الزراعيه ولا زراعه المحاصيل الغذائيه؟ طبعا كان في تشابه. ملكيه رجال الدين ولا اهتمام الدوله بالمشاريع الايه بالمشاريع الزراعيه؟ طبعا هنا هتبقى ملكيه الارض الايه الزراعيه. هنا بيتكلم عن الاختلاف ملكيه الارض الزراعيه. ليه؟ لان طبعا انا بالنسبه لي كان عندنا هنا كانت ملك للافراد. كان في عندي ملك للافراد وقطاعيات، وكان عندي اراضي للمراعي. 3 حاجات في بلاد في بلاد اليونان. لكن انا بالنسبه لي الملكيه كانت ملكيه كلها كانت تابعه لمين؟ للملك، والملك هو اللي كان بيخصص بقى. يقول لك مدينه نقراطيس تشبه من حيث الهدف تكونها ايه؟ طب بالنسبه لي كان لها دور تجاري او عباره عن محطه تجاريه. حلو كده. طيب مين اللي عملها لي؟ قلت لك مين اللي عملها. اللي عملها اللهم صل على سيدنا محمد بلاد اليونان. عملوها فين؟ عندنا. فلما عملوها عندنا عملوها ليه؟ بغرض التجاره. حلو. كذلك برضو تتشابه مع ان فينيقيا عمل القرطاجه دي موجوده فين؟ في قاره افريقيا. برضو هي عباره عن محطه تجاريه. يبقى الاثنين ذات هدف ايه؟ ذات هدف تجاري، وده بيدل على الايه؟ على نوع من انواع التواصل التواصل الحضاري. يبقى اذا نقراطيس تتشابه مع مين؟ مع قرطاجه، بس دي بترجع لمين؟ ذات اصول اوروبيه. ماشي. لكن ديت ذات اصول تابعه لبلاد مين؟ لبلاد فينيقيا. والاثنين الغرض الرئيسي هو غرض ايه؟ تجاري. عباره عن محطات ايه؟ محطات تجاريه. طيب بعد كده بعد كده يقول لك الملكيه المزدوجه. حلو. مجلس شيوخ، الرقباء شعبيون. خلي بالك الحاجات دي مهمه جدا. هيئات سياسات في سبارتا، القاسم المشترك ما بينهم. طبعا كلهم معظمهم اصلا بيتم عن طريق الايه؟ عن طريق الانتخاب وليس الوراثه. ركز معايا، يبقى كلهم عن طريق الانتخاب. طيب بعد كده نصلي على سيدنا محمد كده. النقطه اللي بعد كده بيقول لك تشابه فكر فيليب المقدوني في بلاد الاغريق مع ما قام به في بلاد العراق. حلو. مع مين؟ قال لك طبعا فيليب ده قلت لك ان حصل حرب. بعد الحرب دي ان فيليب الثاني المقدوني هيبدا يعمل نوع من انواع الوحده. هيفكر يعمل وحده ما بين بلاد اليونان. ليه؟ عشان يبدا يواجه الفرس في اسيا الصغرى وبلاد الشام وفي البلاد اللي هم هيسيطروا عليها. طب هيبقى طبعا ده يتشابه مع مين؟ يتشابه مع سيرجون الاول. ان الراجل ده برضو وحد الدولات السومريه. يبقى وبرضو بيتشابه مع مين؟ يتشابه مع الملك مينا. خلي بالك من الكلام ده لانه مهم جدا. بعد كده بيقول لك سعى الاسكندر الاكبر الى تحقيق مبدا العالم وطن واحد من خلال ايه؟ طبعا الاسكندر الاكبر اصلا ده يبقى ابن مين؟ يبقى ابن فيليب المقدوني. حلو. الراجل ده استخدم القوه العسكريه. قلت لك ده يتشابه مع منطلق يطلق عليه العولمه. خلاص كده. او يعني كان مفكر ان العالم كله وطن واحد وانا هسيطر عليه بالقوه العسكريه. يبقى اذا فرض الهيمنه فرض الهيمنه العسكريه.